مرحبا بكم جميعا. اليوم سنتحدث عن أسطورة كرة القدم المغربية وظاهرة باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في موسم لن ينساه التاريخ. تخيلوا معي موسم كامل 55 مباراة، أكثر من 400 و600 دقيقة من الإبداع الكروي. حكيمي لم يكن مجرد مدافع، بل كان قوة هجومية لا تقهر، 11 هدفا و16 تمريرة حاسمة. لكن هذا ليس كل شيء. حكيمي حقق المستحيل وكسر الرقم التاريخي لداني ألفيش ليصبح أكثر مدافعا في تاريخ كرة القدم مساهمة بالأهداف في موسم واحد. 27 مساهمة، نعم سمعتم صحيحا. وفي دوري أبطال أوروبا تفوق على نجوم عالميين مثل هالاند ومبابي وصلاح وبيلينغهام. مش معقول صح؟ مدافع يتفوق على أفضل المهاجمين في العالم. البطولات حصد كل شيء تقريبا: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، دوري أبطال أوروبا، وكأس الأبطال الفرنسية، ووصل لنهائي كأس العالم للأندية. ومع منتخب المغرب قاد المنتخب الأولمبي للميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، وواصل تألقه مع المنتخب الأول بأداء رائع وأهداف حاسمة. أصدقائي، حكيمي ليس مجرد لاعب، إنه ظاهرة كروية. ترشيحه للكرة الذهبية ليس مجاملة، بل استحقاق حقيقي عن موسم تاريخي لن يتكرر. قبل ما نختم عايز أقول لكم إن حكيمي مش بس لاعب موهوب، ده نموذج للإصرار والعزيمة، من طفل صغير في مدريد لأفضل ظهير في العالم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ما يفوتكم أي جديد، وشاركونا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدون أن حكيمي يستحق الكرة الذهبية؟ شكرا لمشاهدتكم، وأراكم في الفيديو القادم.